السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وعود الأيام علينا وعليكم بخير. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، داخل مصر وخارج مصر. يا رب اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حبايبي هنعمل مع بعض كده بقى ايه، اول يوم في رمضان فطرنا هنعمل محشي. طبعا ايه ده، كل عند المصريين كلهم لازم محشي اول يوم رمضان يا حبايب قلبي. كده سمينا الله كده وصحينا الصبح، قورت الكوسه بتاعتنا تمام والبتنجان. وبدأنا ايه، قلنا نحشي كده يا حبايب قلب البتنجان بتاعنا ونجهز حاجتنا عشان خاطر ايه قبل على العصر كده نسوي الايه الاكل بتاعنا، وعلى الفطار يكون ايه كل حاجه جاهزه. سمينا الله كده. طبعا احنا عملنا الصلصه بتاعه المحشي كتير مع بعض، وعملنا الخلطه خضار وفلفل زي ما انت عايزه تحطي، وجزر. وحطينا كمان الصلصه بتاعتنا والرز، وقلبنا كده يا حبايبي، والتوابل اللي انت حابه تحطيها على المحشي حطيها تمام. حطيناه بالشكل اللي انتوا شايفينه دون، وبدات ايه احشي كده حبايبي. وكمان زخرفت الكوسه كده بالمقوار بتاعي، نقرشتها كده، عملتها خطوط عشان تدي منظر جمالي حلو يا حبايبي. وهنعمل كله في صينيه واحده، هنعمل البتنجان والكوسه مع بعض في صينيه واحده في الفرن، عشان ايه نختصر بقى يا حبايب قلبي تمام. اهو يا حبايبي شايفين. طبعا انا ما كانش معايا حد بيصورني، كنت بصور لوحدي وبشرح لكم ازاي بقى ايه نحشي الكوسه بتاعتنا. بتسيبي قد عقله الصباع كده فاضي تمام من الكوسيه. ليه؟ علشان خاطر ايه الرز بيزيد معانا وهتستوي، هتجي ايه مفرفته الرز في الصينيه، فلما تطلعيها هتطلعيها ايه كويسه لو عملتها بنفس الطريقه زي ما بقولك تمام. اهو يا حبايب قلبي، وشكلنا كده يا حبايبي بقى ايه، شايفين اللوحه الفنيه بقى؟ بنشكل كده ايه سطر كوسه وسطر ايه بتنجان تمام. اهو يا حبايبي، ايه رايكم في الجمال ده؟ هنا بقى كنت قاعده في الحته اللي ورا قدام الزرع، بوريكم بقى منظر الجمال كده يا حبايب قلبي، والزرع والحته واحنا قاعدين بنحشي كده شايفين اهو. ايه رايكم بقى في الهدوء كده والجمال ده؟ واحد يحشي كده ويعمل لوحه فنيه بمزاج. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا يوسع على الناس كلها يا رب. حشيت بقى كده يا حبايب قلبي، وصينيه تانية جت كوسه بس وفيها فلفل كده. وده كان ايه الفطار بتاعنا يا حبايب قلبي إن اول يوم رمضان تمام. طبعا ايه بنسقي بقى المحشي بتاعنا كده اهو، وهنسويه بقى في الفرن الايه بتاعنا كده بالشكل دون. زينا بقى الشوربه كده. طبعا ايه مش هتغطي المحشي الصينيه بتاعتك، يا دوبك الكوسه الميه ولا الشوربه بمساواه الكوسه بتاعتك تمام. ولعت الفرن بتاعنا كده وسخنت الفرن، ونزلت بقى بايه بالصينيه الكوسه بتاعتنا اهو. شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ تفتح النفس. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويعود عليكم الأيام وعلينا بالخير يا رب، واليمن والبركات. شايفين خير رمضان ما شاء الله كتير. بعد كده بقى ايه هنسقي الكوسة دي اهو، ونحطها ايه على الشعلة جنبنا. كنت بسوي دي ودي مع بعض، كنت عايزة احطها في الفرن بس بصراحة الفرن ما كفاش، فجبت ايه مسويها على الشعلة جنبي، وبعد كده اديتها لون ايه في الفرن اهو يا حبايبي. عشان اللي مش عندها فرن تعرف تسوي ازاي اهو. بعد كده بقى عايزه تديها لون تحت الشوايه في الفرن البوتاجاز وخلاص. خلاص كده يا حبايبي بقى ايه، دخلنا بقى نجهز ايه صينيه الفطار بقى. اول حاجه حطينا بقى الايه الزيتون والليمون بتاعنا كده بالشكل دون. البطرمان ده بصراحه انا مش انا اللي عملته، ده مرات اخويا ربنا يخليها بعتت لي بطرمان كده، قالت لي ما تخليليش زيتون يا عمتي، انا هبعت لك بطرمان. فهي بعتلي البطرمان ده، قلنا نجرب بقى عمايلها. وهنا كنت انا بلح على ميه كده حبايبي اهو. وهنا بقى الكوبايات، جهزت الكوبايات بتاعتي عشان طبعا عملنا العصير، وكمان عملنا دقيق محشي ورق محشي كرنب ورق عنب ايه. والفراخ بتاعتنا يا حبايب قلبي اهو بالشكل دون. دي بقيه الشوربه. وعصرنا بقى الايه العصير بتاعنا يا حبايب قلبي بالشكل اللي انتوا شايفينه دون اهو. كل سنه وانتوا طيبين.
خير رمضان كتير ما شاء الله، الله اكبر. اهو عملنا كل اصناف المحشي، وعملنا العصير فراولة. كان ابني عايز يجيب تمر كمان ويجيب عصاير تانية، بس قلت لا كفاية كده عشان احنا لسه ايه او بادئين الصيام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شايفين الجمال؟ شايفين بنتي كانت واقفة تتنطط، اول سنة لمار تصوم فعمالة تتنطط، يا ماما خلاص بقى يا ماما، لسه الاذان يا ماما. قلت لها اصبري خلاص اهو يا حبيبة قلبي، بصب العصير اهو. شايفين الجمال يا حبايبي؟ اللهم بارك. وهنا الطبق بتاع البلح بتاعنا، والطبق المخلل جاهز، وكل حاجة كانت جاهزة حواليا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه يا حبايب قلبي. وطبعا صورت حطيت الصينية وصورت كله، بس للأسف ضاعت مني. جيت بعد كده ايه اتمسحت مني غصب يعني، فجيت بعد كده بقى ايه بعد الفطار عملت لهم حاجة حلوة. عملت لهم صينية بسبوسة. لسه طبعا رحت اجيب الكنافة، لقيت الزحمة اول يوم وكان زحمة، قلت لا استنى بقى ايه اجيبها من اول النهار، انا كنت رايحة متأخر يعني، فاجيبها بقى بدري بكرة بدري وايه واعملها تاني يوم او تالت يوم بقى، وهصورها لكم ان شاء الله معايا في الفيديو الجاي باذن الله. فجبت بسبوسة كده اسهل، وعملت لهم وحطيت طبعا ايه نص كوباية سمنة كده، وجبت كيس البسبوسة الجاهز طبعا فيه كل حاجته. قلبته كده يا حبايب قلبي، بسيته كده الاول مع السمنه عشان بحيث ان حبات البسبوسه كلها تتخلط مع السمنه بتاعتنا اهو. ودهنت الصينيه بتاعتي سمنه كمان. وطبعا حطينا الشربات ايه يغلي على النار. وهنا حطيت اللبن عليها اهو، نص كوبايه لبن، لميت بيها العجينه بتاعتي. عايزه تحط جوز الهند مفيش مشكله، انا ايه استبسطت الموضوع، عملت حاجه حلوه وخلاص. هنسوي بقى الايه البسبوسه بتاعتنا اهو. وهنهز الصينيه كده ونعملها على الرخامه كده مرتين تلاتة عشان ايه تطلع الهواء منها كده وتتساوى. شايفين شغل محلات بقى، شغل فاخر من الاخر. حطوا لايك اللي ما حطيتش لايك، كل سنه وانتم طيبين. انا نسيت اقول لكم حطوا لايك النهارده، حطوا لايك يا حبايب قلبي، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. هنا بقى حطيت السكر يا حبايب قلبي. حطيت كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، وحطيت عليهم ليمونه كده بالشكل. بعد ما السكر داب على النار حطيتهم. وده هنا بقى البسبوسه بتاعتنا الجميله طلعت من الفرن. هنسقيها بقى، السيرب بتاعنا ده سخن وده سخن. شايفين اهو لسه على النار يطلع، شايفين الجمال؟ هو ده، خلي بالك من ايدك بقى. هنا كنت نسيت احط الفانيليا يا حبايب قلبي، جيت حطاها بقى في الحبه اللي فضلوا اهو، برضو ادتها ريحه وطعم جميل. وحته زبده كده اهو خلتها فل. شايفين؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ لو عجبكم الفيديو بقى يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه بقى نسيت اقول لكم، بعد كده حطيت البسبوسه دقيقتين في الفرن، شربت السيرب بتاعها كله، بسم الله ما شاء الله كانت تحفه اهو. اهو يا حبايب قلبي، شايفين الجمال؟ شايفين؟ اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.